يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم كده عملت لهم النهارده كبده اسكندراني، بس ايه عسل. انا هنا كده يا بنات كده رحت كده للجزار وجبت من عنده نص كيلو كبده، وخليته لي قطعوا لي كده شرايح بالطول زي ما انتوا شايفين كده، وحط لي بقى من عنده كده حتتين ايه اللي هو الدهن كده من عنده، او يسمى الحلويات يعني. جبت هنا كده بقى ليمونه كده صغيره من عندي، بس لما لقيت بقى الليمونه الصغيره الميه بتاعتها مش كافيه، قمت جايبه ليمونه تانية، يعني ليمون التوتال كله ليمونتين صغيرين او ليمونه كبيره لو عندك، عشان الميه بتاعتها تشبعي ايه الكبده كده. تمام، كانت الليمونه التانية اهي. معلش بقى لو صوت الولاد طالعين في قلب الفيديو، انا بصراحه قلت المره دي بقى مش همنتج الفيديو، انا هسيبه كده زي ما احنا كده بطريقتنا يعني. فمش همنتج الفيديو عشان اشوف هناخد وقت قد ايه في الكبده بالظبط. هبدا كده تقليبها كده حلوه، وهسيبها بقى كده على جنب لحد ما ايه اما اعمل التتبيله بتاعتها. جبت هنا بقى كده الكبه، وهنزل بقى كده ايه بقرن. لا يا رب يحط الاول الثوم. انا مش عارفه، عماله ادور على الثوم وعماله الف الكاميرا عشان خاطر تشوفوها. جبت هنا كده كام فص ثوم، 7 فصوص ثوم كده ولا حاجه، مع قرن شطيطه وقرن واحد رومي وواحد احمر. لو ما عندكش فلفل الوان خلاص يبقى خلاص قرنين رومي وخلاص، يعني اللي عندك حطي. جبت هنا كده بقى معلقه كده ايه توم. انا عايزه انزل اجيب توابل واجيب شويه، حطيت كده شويه ملح، بس ما تكترش الملح قوي عشان خاطر لسه هنحط خل وحطينا ملح، فعشان الكبده ما تحدقش قوي. وهنزل احط كده معلقتين صغيرين فلفل اسمر، يبقى احنا حطينا معلقتين توم ومعلقتين فلفل اسمر، وهنقول مثلا ايه معلقه ونص صغيره ملح. وحطيت هنا كده معلقتين صغيره كزبره. تمام كده بقى ناقص لنا ايه؟ هنجيب بقى كده الخل ونحطه لحد مثلا معلقه كبيره او معلقتين مثلا كبار. تمام كده، يلا بقى نضربه. بصوا يا جماعه بقى الخلطه الجباره ديت، عايزه اقول لكم ريحتها فظيعه جميله جدا. تحطوها بقى على الكبده بتوديلك الكبده في حته تانية خالص. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تحفه تحفه. هحطها هنا بقى كده على الكبده كده واسيبها قد 5 دقايق. انت بقى لو عندك وقت اركنيها شويه، كل ما تسيبيها كل ما تشم التتبيله وبقى طعمها زي العسل. بس انا بقى عشان ما عنديش وقت بقى، والعيال بره بقى ايه جوعانين، فاعملها بقى على طول. هروح هنا بقى كده اقوم جايبه بقى كده الطاسه وانزل عليها كده بمعلقتين زيت كده كبار. وبعد كده كان عندي بقى هنا ايه، كان عندي اللي هي بتاعه الخروف، اللي كنت فارمه كده ايه كيلو ليا وحطها في الفريزر للبنات اللي زي كده. بصراحه حطيت كده معلقه كبيره. عايزه اقول لكم بقى ريحه اللية مع الكبده، يا خبر يا خبر على الريحه. سامعين الطشه؟ انا بحب اسمع الطشه دي الريحه فظيعه تحفه تحفه يعني. هنا في ساعتها على طول كده نزلت ميتها اهي. هي كده كده اصلا الكبده ما بتستويش، يعني جيبيها 5 دقايق على النار، واقل كمان من 5 دقايق تكون استوت، يعني لو سبتها اكتر من كده هتشد. طبعا هنا قبل ما بتستوي قمت ايه نازله كده ببشره جوز الطيب. هدينا كمان بقى كده تقليبتين كده لحد ما ايه الميه اللي معاها كده تنشف كده شويه اللي نازله منها، وهيت خلاص كده هنا كانت استوت. بس قبل بقى ما كانت تستوي اقوم ايه نزلت عليها كده بقرن فلفل رومي مقطعه شرايح كده بالطول. طبعا انا نزلت هنا كده بالفلفلايه دي كده في الاخر عشان انا عايزه احس بطعم الفلفل مع الكبده، زي العربيات اللي احنا بناكلها من بره كده. لو انا حطيت الفلفل من الاول كان داب واتهرى وتاه في قلب الكبده ما كانش هيبقى باين. طب احنا لما نيجي ناخد عايز اقول لكم الريحه هنا، بصوا بقول لكم الريحه هنا فظيعه. الكبده هنا بقى لما بنيجي نجيبها من بره بتبقى فيها الفلفل ما بيبقاش دبلان كده، صح؟
فانا بقى حبيت اعملها بالطريقه دي. بصراحه جربتها كذا مره وطعمها تحفه قوي. هنا بقى كنت عملت السندوتشات، بس السندوتشات ما لحقتش اصورها، فكان عندي بقى مكرونه قمت حطاها ايه فوق المكرونه كده من فوق الوش. ريحتها بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه، بألف هنا وشفا يعني على هيعملوها وياكلوها، واللي كلوها عندي ما شاء الله يعني عجبتهم جدا، عجبتهم في السندوتشات ومع المكرونه. فانتي بقى حابه تعمليها كغدا ماشي، حابه تعمليها كعشاء كده في سندوتشات، فكله زي الفل. وحطيت هنا بقى ايه، عملتهم كده طبق سلطه. واشوف وشكم على خير. باي باي.